دخلت الإعلام بالصدفة ووقفت قدام الكاميرا وهي مش مصدقة نفسها وبتكره الأكل لدرجة إن وزنها دايما مشكلة. كان نفسها تبقى ولد وهي صغيرة بس كبرت وبقت واحدة من أشهر نجمات مصر. أسرار في حياة دينا الشربيني. كان يا مكان كان في بنودة جسمها رفيع وشعرها كيرلي، بتحب تمشي من غير مكياج وبتضحك من قلبها. عندها شقاوة البنات اللي بيلعبوا في الحارة ورقي مدارس الفرنساوي. احنا هنا بنتكلم عن الفنانة دينا الشربيني اللي اسمها الحقيقي دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني، من مواليد 17 مارس 1985، يعني عندها حوالي 40 سنة دلوقتي. بدأت رحلتها بحلم الدخول لعالم الفن وعدت بمطبات، لكن ما وقفتش عندها لان دايما عندها اصرار انها تبقى حاجه كبيره، وفعلا بقت واحده من انجح نجمات جيلها. بتكره الاكل وعلاقتها بيه مش قد كده، وده كان عامل لها مشكله في وزنها. بس الغريب انها كانت دايما بتقول انها كانت تتمنى تبقى ولد، مش علشان رافضه انوثتها، لا، لكن كانت حاسه انها ولد من جواها. بتحب الحركه والحريه والمغامره، يعني من الاخر مش بنت عاديه. حلم التمثيل بدأ معاها من بدري، وكانت دايما واقفه قدام المرايه تقلد الفنانين. بس لما خلصت ثانوي اهلها رفضوا تدرس في اي معهد من معاهد الفن، وقالوا لها ادخلي كليه عاديه وبعدين خدي كورسات. وفعلا دخلت كليه اعلام جامعه 6 اكتوبر، ومن هنا كانت اول صدفه غيرت حياتها. مره كانت قاعده مع اصحابها ومذيع قال لها ان في قناه بتدور على وجوه جديده، وقال لها تقدمي؟ قالت له طب ماشي. دخلت وقدمت في برنامج شبابيك، واتفاجئت انهم قبلوها. ودينا لحد النهارده مش عارفه هم وافقوا ليه. فضلت مذيعه 5 سنين، بس التقديم ما كانش بيشبع شغفها. كانت نفسها تمثل وتعيش شخصيات كتير. جربت تدخل عالم الغنى بس اتقال لها بالنص صوتك وحش ما تنفعيش مطربه. الرد ده ما كسرهاش، وعلى طول خبطت على باب التمثيل ودخلت ورش ومسرح ومسلسلات، واشتغلت في بدايه مشوارها في 3 مسلسلات ورا بعض: المواطن اكس وحكايه بنات ومسلسل روبي. لكن الانطلاقه الكبيره كانت من مسلسل جراند اوتيل اللي عمل ضجه، وبعده شاركت في افراح القبه، وكان دورها علامه فارقه في حياتها بحسب ما نشر موقع الوطن. بعدها جات لها عروض كتير، منها مسلسل لا تطفئ الشمس وهذا المساء، لكنها دخلت في دوامه اكتئاب ورفضت الاثنين، وده كله بسبب انها لاحظت ان حياتها بتنتهي في كل دور من الادوار اللي فاتت بس بطريقه مختلفه. وهنا دينا قررت انها توقف الموضوع ده، وده لانها بتحب الحياه جدا وشخصيه متفائله. وهنا بقى ربنا بعت لها الفرصه اللي اثبتت فيها وجودها في خلصانه بالشياكه مع الفنان احمد مكي، واللي بيعتبر مسلسل كوميدي. خليني اقول لك ان اول بطوله ليها كانت في مسلسل ملكه سنه 2018، وبعده بدات قصتها الشهيره مع الهضبه عمرو دياب. ظهرت معاه في روسيا في حفلات وفي مناسبات، وكل الناس قالت انهم مرتبطين، وطلعت عليهم اشاعات كتير واتقال انهم انفصلوا بهدوء. لكن دينا ما ركزتش في الكلام ده ولا همها الاشاعات، رجعت تشتغل على مسلسلها قصر النيل، وكانت مركزه في شغلها رغم اللي حصل. وده لان دينا مش بتاعت حسابات، مش بترتب كل حاجه، بتحب تمشي مع الحياه زي ما تيجي. آخر سنين قدمت مسلسلات كتير ناجحة برضه، زي الشمس، لعبة النسيان، قصر النيل، وآخرهم كامل العدد اللي اتعمل منه جزئين وحقق نجاح كبير جدا. قولوا لنا أكتر دور حبيتوا للفنانة دينا الشربيني.